عادة اليوتيوبرز بيبتدوا كلامهم اعمل لي اشتراك، اعمل لي لايك. انا بقول لك لو انت عامل اشتراك فالغي الاشتراك، ولو لسه مش عامل اشتراك فما تعملش اشتراك، او اعمل براحتك، بس يبقى عارف ان محتوى القناة ده هيتغير كمان كام يوم. خليه محتوى طبخ خلاص. اي حد يعرف مقادير للبيتزا كويس يكتب لي في الكومنتات. انا خلاص فانتازي ايه يا جدع؟ انت هنقصر حرق الدم؟ ده الواحد بيقعد يذاكر ولا كانه امتحان ثانويه عامه، يذاكر ويشوف ايه بقى. يعني انا بخش كمان لحاجات محنكه، اخش على الستوري بتاعت الانستجرام بتاعت كل لعيب عندي، اشوفه كويس مع مراته، مضايق امه ولا لا، عامل ايه مع عيلته، بر بوالديه ولا لا، ايه دنيته تمام، مخنوق، حزين. ان الكلام ده بحس ان هو بيأثر على اللعيب. وفي الاخر بعد كل الدراسه وكل حاجه الاقي نفسي جايب 77 نقطه. هتقولي طب ما كويس يا مروان، هو 77 نقطه وبتاع، انت بتصيح ليه؟ انا بصيح يا اسطى علشان انا عامل الوايلد كارد. انا في ناس تانية غيري مش عاملين الوايلد كارد وجايبين فوق ال 80 وال 90. يعني انا مثلا واحد فضلت جاكسون على الفارز. يعني تخيل، يعني انا قلت خلاص جاكسون ماتشاته جايه سهله، الفارز مش ضامن اساسي دايما، حاسس ان الواد جاكسون ده هيجي منه حاجه، هيقول هيتكلم، هيطلع منه حاجه. جاب لي في الاخر نقطه. يعني هو حرفيا جاب لي النقطه. هو جاكسون خلاص. انا تعبت. لا يعني يا ريته نقطتين يا عم، نقطتين انا راضي، نقطتين. يعني ما حدش اشتكى بنقطتين. قال لك لا ازاي؟ والله ابدا نقطه. تخيل. يعني مين تاني ناقص ان هو يعني يخزوقني؟ بيكفورد. انا مش معايا بيكفورد، بس انا حاسس والله بالناس اللي معاهم بيكفورد دول. تخيل ان عشان اللعيب تخبط في قفاه وتخش جون يتخصم لك منك نقطتين. تخيل. هو احمد ربنا ان هو جاب لك في الاخر طلع لك بنقطه، وان انا في ماتش اليونايتد قدم ضحك وطلع بصفر نقطه، فاهم؟ وان انا بقاله ماتشين يطلع صفر نقطه. ده غير ان الخوازيق بتاع الدفاع الارسنال، غير الخوازيق بتاع الدفاع اليونايتد، غير الخوازيق بتاع الدفاع السيتي اللي المفروض اكتر فريق ضامن الكلين شيت في الجوله ده يخش فيه جون كده سهله جدا. انا واحد معايا ديرسون قلت كلين سيتي متوقع خلاص، يعني بيلعبوا فولهام على ارض السيتي. في الاخر إيدرسون ده لو اتشاط عليه برميل جزر هيخش. يعني برميل جزر مش هيصد منه جزرايه واحده، البرميل كله هيخش. طب انا اعمل ايه تاني؟ طب يعني قول لي يعني انا بدرس وبعمل اللي عليا وورقه وقلم واشوف كل لعيب واخش اجيب احصائيات في الاخر طب انا اللي بلعب يا عم إيدرسون. انا اللي بلعب يا عم جاكسون اللي مش عارف تحط الكرة والجون فاضي. الجون فاضي، حطها في الجون، شوط في الجون. لا ازاي تطلعها بره؟ انا بسببك اتاذيت نفسيا يا جاكسون، انا بسببك اتاذيت نفسيا. انا بقيت اتعالج عند دكتور نفسي في رود الفرج. لا وكل كوم بقى وكلين شيت بتاع برايتون ده كوم تاني خالص. يعني خلاص لحد اخر كام دقيقه خلاص اللي هو خلاص استوبيني هيظبطنا ويطلع على الاقل بكلين شيت، اي حاجه في الجوله دي نستر بيها نفسنا. لا يجي ويلسون يفتكر ان هو النهارده لا انا عايز اكون المهاجم الاساسي لنيوكاسل، يقوم يسجل جون بطريقه كويسه بصراحه، ويقوم في الاخر الكلين شيت بتاع استوبينيان يضيع. طب طلعوا يا عم ديزيربي والنبي، يعني طلعوا خلاص، انت ضامن وكسبت 3-0 وبتاع، طلعوا. انت محتاج ايه تاني؟ هو طبعا لسه تلغي الاشتراك لو انت عامل اشتراك، ولو انت مش عامل اشتراك ووصل لك الفيديو فيشرفني طبعا انك تعمل اشتراك عشان يوصل لعدد اكبر من اخواتنا الفانتساويه في اسرع وقت ممكن. بعد كده نتكلم سريعا عن خوازيق الماتشات، ماتش سريعا كده، ونشوف ايه احسن اللعيبه كانوا في كل ماتش وايه اسوأهم. وتعالى في الاخر خالص هوريك تشكيلتي واقول لك ان انا جبت كام نقطه واقول لك ترتيب الاجمالي. اول ماتش خالص في الجوله ماتش وست هام ولوتون. في خوازيق وفي ترويق للناس. ايه هم الخوازيق؟ خازوق اريولا. يعني اريولا في ناس كتار لعبوه اساسي على حساب كمان إيدرسون وعلى حساب ناس هو في الاخر اصلا ما فيش يعني كلين شيت وكله زي بعضه، وده اللي جاب 2 وده اللي جاب 1 وده اللي جاب 0. يعني ما فيش كلين شيت كتير. مين الفرقتين اللي في الجوله دي اللي جابوا كلين شيت، اللي هم اكتر فرقتين مش متوقع ان هم يجيبوا كلين شيت خالص؟ نوتنجهام على ارض تشيلسي. يا جدع يا جدع يا جدع يا جاكسون، انا لسه جاي لك يا جاكسون، اتقل يا ابن الصرمه اتقل. ماشي. وماتش استون فيلا وليفربول. يعني ليفربول تحافظ على الكلين شيت بتاعها قدام مين؟ استون فيلا، واتكنز وديابي. نرجع تاني لماتش وست هام ولوتون. بص قبل ما نتكلم عن وست هام ما تقوليش على اي حد من لوتون، هي لوتون فرقه فاضيه خالص، ولا تقول لي موريس ولا مش عارف مين، فرقه فاضيه تماما. حتى على ملعبها فرقه ما فيش منها اي حاجه خالص. بس هي على ملعبها شويه بصراحه بتقاوح، مش علشان هي جامده، علشان ملعبها لو انت اتفرجت على الماتش ملعبها ضيق قوي قوي قوي، اللي هو بيخلي الفرقه اللي قدامها تخنقها ان هي تعمل هجمات. انما لو بتلعب بره ملعبها فدي خلاص في الشلحات. توقع كده ان هي كل ماتش هتشيل 4-5، حتى لو من اضعف فرق الدوري زي بورنموث زي نوتنجهام زي مثلا كريستال بالاس. مع ان كريستال بالاس والله مش من اضعف الفرق ولا حاجه، بس يعني الفرق اللي هي في المتوسط الجدول دي تنزل
هتلبها 5-6 على ملعب الفرقه دي. هجوم وستام بصراحه روق على كل الناس اللي وثقت فيه ما عدا انطونيو العاق، ما كانش فيه منه اي فايده غير ان هو طور عمال يجري في الملعب وخلاص، ما فيش منه اي حاجه بيعملها. نروح بقى لتاني ماتش، وده الخازوق الاكبر والاكبر، هو بيكفورد ايفرتون وشيفيلد. بيكفورد يعني تخيل ان انت معاك بيكفورد، انا معيش بيكفورد بصراحه، بس بحط كده نفسي مكان الناس اللي معاها بيكفورد خلاص انا مبقاش طايق نفسي. بيكفورد يعني يجي الكوره في رقبته تخش جون يضيع الكلين شيت، هو من البدايه كده خالص ضيع الكلين شيت. طيب كويس علشان ما تتعشمش ان هو في الاخر هيطلع بكلين شيت، تمام. ارشر بقى من شيفيلد، الواد ده اللي هو لسه جاي من استون فيلا، الواد ده هيلعب اساسي على طول في شيفيلد، وبكام؟ ب4.5 مليون بس. وده انا كلمتك عنه الجوله اللي فاتت، انا لما عملت الورلد كارد تقريبا الحسنه الوحيده في الورلد كارد اللي انا عملتها الجوله دي ان انا جبت ارش، بس في الاخر ما عنده ديك اصلا، هو ما استفدتش بيه بحاجه، بس جبته وخلاص، هو عندي على الديك. انا مبسوط وانا شايف ان هو حد جاب لي في التشكيله 9 نقط غير هالاند يا عم. وطبعا الماتش ده فيه خازوق من الفرقتين، اللي الناس اللي لعبت معاها بالدوج من شيفيلد في الاخر طبعا كلين شيت مفيش خالص ومفيش اي حاجه، وبيكفورد اللي منها كلين شيت برضه ضاع، وما اعتقدش ان في حد معاه هجوم من الفرقتين الا الناس اللي الفتره الجايه لما يعملوا وايلد جارد فعلا هيجيبوا ارشر عشان هو ب4.5 مليون بس. نيجي بقى للماتش اللي بعده، الفراخ بقى، وما اجمل الفراخ. لا بقى تقول لي نابولي في عزها، ولا تقول لي برشلونه ايام ما كانت جوارديولا. هو خلاص انجي بوستيجوبلو ده اللي ما بعرفش انطق اسمه ده مظبط الفرقه يا باشا، مظبطنا في الهجوم وفي الدفاع. اللعيبه الباكات كلها بتزيد، حتى كمان المدافع بيجيب جون زي روميرو وبيطلع له بونص يعمل له اسيست. اودوجي وبيدرو بورو عنده الباكات طايره، هو ما عندوش حاجه اسمها باكات ثابته، ده عنده كله بيلعب بال11 هجوم وال11 دفاع. عندك بقى لعيب احلى حاجه ممكن تفيدنا في الفانتازي الفتره الجايه ده، هو الكوري، جنة جنون الكوري، جنة جنون الكوري. يا اخي ايه حلاوتك دي، وحشتنا يا اخي، وحشتنا يا ابن الكلب انت. يعني خلاص هو سون خلاص مهاجم مكان ريتشارلسون، هو هيظبطنا جدا. بص انت ما تخافش ان مدرب توتنهام هيلعبوا مثلا تقول هيرجعوا جناح تاني عشان المهاجم الجديد اللي جابوه. المهاجم الجديد ده اصلا من طلع كده صرح وقال ان هو من افضل المراكز اللي هو بيحبها وينج يمين اصلا. مفيش اي سبب يخلي مدرب عاقل مثلا بعد ما خلاص وظف اللاعب بتاعه في الهجوم في المهاجم ويجيب له هاتريك يجي الماتش اللي بعده يلعبه جناح. مفيش. الناس دول اللي بيعملوها اتنين بس، ارتيتا وجوارديولا، وطبعا كلنا عارفين ان هم اصلا مجانين. الماتش ده كلنا اتروقنا حتى مع ان الكلين شيت بتاع توتنهام ضاع، بس احنا عارفين بص توقع كده ان اي ماتش توتنهام هتخش فيه حتى لو بتلعب نوتنجهام على ارض توتنهام الكلين شيت بتاعها ممكن يضيع. هو المدرب بتاعها بيلعب كل هجوم كل هجوم، الوحيد بس اللي اتخزق من ماتش توتنهام ده هو اللي معاه ريتشارلسون، غير كده كله اتروق. ما بقى نيجي على برينلي، فبرينلي دي برده تعبانه جدا، بص مفيش منها اي فايده خالص، ارميها كده في الزباله على ارضها بره ارضها. هو كومباني فاكر نفسه عشان اتدرب مع جوارديولا سنتين ثلاثه فاكر نفسه كده هياخد اسلوب جوارديولا. شوف الفرق، جوارديولا معاه مين لعيبه وبيعمل ضغط عالي بمين، ومعاه مين اللي يفنش، وشوف انت معاك مين وبتعمل ضغط عالي بمين، ومين الدفاع عندك ومين الحارس بتاعك. انت عندك لعيبه، انت بتلعب بخضر كراويطه وحمبوزو للاوي بوزو وناس تعبانه جدا، فما تسويش نفسك جوارديولا يا اسطى. نيجي بقى لماتش تشيلسي ونوتنجهام، هنا بقى ساسكت قليلا. جاكسون انت تعبتني نفسيا يا جاكسون، انت خلاص الكلام خلص فيك، بس انا مش هتكلم مش هقول حاجه عنك تاني خلاص، انت ما فيش منك فايده. لا هقول بقى الناس يستنوا عليك، ولا جدول تشيلسي سهل ولا مش سهل، خلاص انت ابيض ابيض لعيب ابيض. ستيرلينج بصراحه ما اقدرش الومه على حاجه، الولا عمل اللي عليه، كان هو مصدر الخطوره كله من عنده. تشيلويل كان نفس السوق بتاع جاكسون بالظبط واوسخ كمان، الاثنين دول ما تعرفش ايه اللي حصل لهم الماتش ده، هو ما فيش، الاثنين دول كانوا خارج نطاق الخدمه في الماتش ده تماما. ونوتنجهام بصراحه احنا محتاجين ان احنا نغير وجهه نظرنا عنها الفتره الجايه، حتى لو احنا مش هنروح نشتري منهم لعيبه، بس احنا ما نعتبرهمش من ان هم الفرق الضعيفه. لما نيجي مثلا الارسنال هتلاعب نوتنجهام على ارضها نشوف ان نوتنجهام دي فرقه ضعيفه فنروح نجري نكابتن حد من الارسنال، لا لا لا، نوتنجهام ما تعتبرش ان الفرقه ضعيفه السنه دي، حتى كمان بعد التدعيمات اللي عملوها في اخر الميركاتو الفتره اللي فاتت دي فعلا ان هو بيسد قدام الفرق الكبيره، وان هو يعني مش فريق وحش خالص السيزون ده. نيجي بقى لماتش برينتفورد وبورنموث، الماتش ده بالذات كان ممكن نطلع منه بكميه نقط، بالذات اللي معاهم ويسا وهنري وطبعا مبويمو. اللي اتفرج على الماتش او حتى كده خش بس شوف الهايلايتس بتاعت الماتش، ايه كميه الفرص دي اللي برينتفورد ضيعتها، كميه عرضات. هنري لوحده كان ممكن اقل حاجه يطلع له باسيستين مستريح جدا، عمل اسيستين، اسيست لويسا راح حطها في العارضه، واسيست لمبويمو الجون فاضي خالص حاجه كده زي جاكسون، بس والله مبويمو حطها حلو.
يعني حطها احسن، على الاقل احسن من جاكسون، او لو حطها وحش فعلى الاقل احسن من جاكسون. راحت جت جنب القائم كده بشويه وخرجت. كان هنري فعلا خطير جدا، وبيقوموا لحق نفسه في اخر كوره عملها دي، عمل كوره حلوه جدا. الجون اللي جابه ده عمله كويس جدا، لحق نفسه. لو ما كانش جاب الجون ده كان هيبقى من اكتر عمليات البيع في الجوله الجايه. بص بصراحه انا مش عارف احدد هو كويس مش كويس، بس هو احسن من جاكسون. بص انا اي مهاجم كده يعني الفتره الجايه دي هقارنه بجاكسون. يعني خلاص جاكسون ده انا هفضل وراه لحد ما يمشي من تشيلسي، حتى لو هعمل هاشتاج ان احنا نطالب ان جاكسون ده يمشي، مع اني مش مشجع لتشيلسي، بس خلاص انا تعبت منه. اما بقى ماتش سيتي وفولهام، فربنا يكون في عون كل واحد مش مكابتن هالاند. تخيل كده لو انت قاعد مش مكابتن هالاند، شوف ترتيبك هيبقى عامل ازاي. انت هتكون خلاص بتنافس مع المظالم تحت خلاص. المشكله ان انت مش هتكون مكابتن حد يكون جاب حتى قريب من هالاند. ما هتكون مكابتن مين؟ بوين او ساكا، او الا بقى الا لو انت مكابتن سون. وطبعا الفارز 12 نقطه بتوعه الجميله فعلا هم دول المهاجمين اللي يتجابوا. واحد زي جاكسون انا هتكلم عليه كل مره يا جاكسون. اتوقع ان هو مش يلعب كل الماتشات، ده حاجه اكيده، حتى لو لعب الاربع ماتشات اللي فاتوا اساسيين على طول. بس يعني هيريح ماتش وكل حاجه، بس هياخد عدد اكبر من الماتشات هو وفودن. بس انا شايف ان هو هيكون اكتر كمان من فودن. وفولهام بقى الحنكوشه دي فالحه بقى ان هي تيجي قدامنا قدام الارسنال في الجوله اللي فاتت وتتعادل معانا 2-2 كده بالعافيه، وتحس ان هي فريق جامد. هو فريق ضعيف جدا. وحتى كمان انا قلت لك الجوله اللي فاتت سيبك من الحنكشه اللي عملتها قدام الارسنال دي عشان بس الارسنال وحشه، لكن هي السيتي هيكتسحها. وده فعلا حصل، وخمسه، وكان ممكن كان يبقى اكتر كمان. انا بقى اللي زعلان عليه ان انا فضلت فودن على سون. فودن في الاخر جاب لي 5 نقط، واصلا ال5 نقط دول حرام. يعني انا مش عايز ال5 نقط بتوعي، يعني انا ال5 نقط دول حرام، انا مش عايزهم، انا ما مرضتش بالحرام. الاسيست ده اصلا جون اوف سايد، يعني انا يعني 5 نقط دول 5 نقط حرام، انا مش عايزهم. وكل اللي لبس خازوق فارديول توقع ان الجولات الجايه ما فيش حد عند السيتي في منظومه جوارديولا خالص هتلاقي في الدفاع ان هو بيلعب اساسي. علشان كده انا قلت لك انت عايز تجيب حد من دفاع السيتي هو ايدرسون. هو مع ان ايدرسون هو مش بيعمل حاجه، يعني هو يا اما كلين يا اما نقطتين الجمال، غير كده مش هيطلع لك باي سيفز ولا اي حاجه. اما بقى برايتون ونيوكاسل، الماتش ده بالنسبه لنا ما كانه ما اتلعبش فانتازيا. يعني الماتش ده ما فيهوش منه اي فايده غير الاسيست بتاع ميتوما بس كده. الكلين بتاع برايتون ضاع، استوبينيان ما عملش اي حاجه ولا اسيست ولا اي حاجه، ميتوما هو الوحيد الاسيست. الثلاث اجوان من برايتون فريكسون اللي هو مش مع حد خالص اصلا. وطبعا مارش ما عملش حاجه، ولا حد مثلا من نيوكاسل زي الميرون زي ايزاك. نيوكاسل فعلا سيئه جدا، هي باديه من السيزون. انا كان كل الناس بيتكلموا ان الفتره الجايه نيوكاسل الجدول بتاعها سهل وكويس، نلحق نجيب منهم ايزاك ونجيب منهم الميرون ونجيب منهم حد من الدفاع. انا بالنسبه لي نيوكاسل مش زي السيزون اللي فات خالص، بالعكس. انا شايف ان السيزون ده هيركزوا اكتر في دوري ابطال اوروبا، ان هم يصعدوا من دوري المجموعات ويركزوا في دوري الابطال. نيجي بقى للبالاس والفرهابتون. لو انت لسه ما بعتش ايزي زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت، فبجد برافو ليك انك استنيت عليه. هو ما عملش حاجه جامده قوي يعني، جون بس الواد فعلا الخطوره كلها من عنده. والفرهابتون دي ما فيش اي كلام عنها خالص، بالعكس بقى ده الفرهابتون دي انت كمان من الفرق اللي انت تارجتها من الفتره الجايه، ان انت تجيب من قدامهم اللعيبه اللي بيلعبوا قدامهم. فعلا فريق اعتبره كده زي لوتون، فريق في الدفاع ملط. اما بقى الليفر واستون فيلا، فحصلت المعجزه اخيرا، وليفربول افتكرت الكلين شيت. قدام مين؟ قدام استون فيلا. الناس اللي جايبه من استون فيلا لعبوا واتكنز، واللي لعبوا ديابي، واللي لعبوا كاش اللي يجيب في نفسه جون. انا يعني ما اعرفش ايه كميه الجوله دي ان الناس تجيب في نفسها جوان. كاش وبيكفورد واي حد ممكن يفكر يجيب نفسه جون الجوله دي عادي. انا بقى من كتر الخوازيق يعني ممكن اتوقع كده ان ممكن هالاند يجيب في نفسه جون، مش مستبعدها. بالنسبه بقى لليفربول، فصلاح ده لولا نونيز، صلاح ده كان ممكن يطلع له بجونين كمان او اسيستين كمان. الاسيستات اللي اداها لنونيز ده اللي كان الجون فاضي كان ممكن صلاح هو اللي يشوطها، او حتى بعد ما بصها له كان ممكن تتحسب له اسيست لصلاح. نونيز ده مهما ما يعمل، مهما يقول لك بقى انا كلمت بيلسا وقعدت معاه مكالمه فيديو ومش عارف مكالمه ايه، او انت هتفضل نونيز يلا طول عمرك. انت حد ما يجي يشتمك هو يقول لك يا نونيز انت مهاجم ما جيتش، انت زي جاكسون كده، انا حطيتك في قائمه جاكسون، انتوا الاثنين هبطلكوا كوره. وما اعتقدش ان في حد معاه ارنولد يعني، بس انت لو معاك ارنولد، فانا بصراحه ما اعرفش انت معاك ارنولد لسه لحد دلوقتي ليه، بس انت يعني لو لسه معاك ارنولد فمبروك عليك ال 12 نقطه الجمال بتاع ارنولد، بس بصراحه برضو ما اعرفش انت معاك ليه يعني. نيجي بقى للجانرز واليونايتد. ديكلان رايس ده احسن خط نص في تاريخ كره القدم، مفيش حد هيجي زيه تاني. بس طبعا مش الفانتازي يعني، انا بتكلم ككوره يعني، سيبك من الفانتازي. بالنسبه للارسنال ان جابرييل رجع تاني اساسي، احنا لو كانت الارسنال كانت طلعت بكلين شيت كان كلنا كان جالنا النقطه بسبب ان جابرييل ده كان احنا كلنا مشيناه خلاص.
ممكن انا كنت متوقع حاجه زي كده ان الارسنال كانت تطلع بكلين شيت، انا كنت اتمناها عشان انا بحب الارسنال وكل حاجه، بس كنت عايز مثلا ان احنا نكسب 4-1 بس الكلين يضيع علشان ما بقاش متضايق ان انا بعت جابرييل وفي الاخر اليوم الجوله اللي هيلعب فيها يقوم يطلع بكلين شيت وقدام مين؟ قدام اليونايتد. الارسنال حرفيا الشوط الاول وحشه جدا، ولولا اصلا ان الارسنال كسبت في الاخر وان ارتيتا عدل من التغييرات بتاعته في الشوط الثاني، كان ارتيتا كان هيبقى فيه كلام كتير عليه اول فتره الجايه، وهيبقى فيه انتقادات جامده ان هو حرفيا كل جوله بيقاوح ويعاند ويلعب بهافرتز. ده معرفش حرفيا بيلعب ايه، هو مهاجم وهمي او خط نص وهمي او متعرفوش، هو اي مركز هيلعب فيه قول عليه مثلا مركز الوينج الوهمي، النص الوهمي، المهاجم الوهمي. لو لعب دفاع فيبقى المدافع الوهمي، ده ملوش اي علاقه بكره القدم. ده طبعا اللي صبر على مارتينيلي طلع له باسيست، واللي صبر على راشفورد جاب له جون وكل حاجه. بالنسبه لمارتينيلي انا مش شايف ان الارسنال احسن حاجه خالص، انت لو معاك ساكا كفايه قوي عليه وما تجيبش مارتينيلي ومشي مارتينيلي. ولو مش معاك ساكا، مع ان المفروض ان يكون معاك ساكا هو الاولى من مارتينيلي، بس يعني لو مش معاك ساكا فماشي مارتينيلي يكون معاك. غير كده انت ما تعملش دبل من هجوم ما تعملش دبل من هجوم الارسنال ولا تعمل دبل من هجوم اليونايتد، يا اما راشفورد يا اما برونو. بالنسبه بقى لليونايتد فهو كل اللي احنا بنتكلم في اليونايتد عليهم راشفورد وبرونو، ونانا ده سيبك منه خالص ان ده مش حارس، ده بالونه ده. بالنسبه بقى لراشفورد وبرونو عشان هتحصل عليهم خناقه الفتره الجايه دي، نجيب راشفورد ولا نجيب برونو؟ بص هي سهله بسيطه، راشفورد بره ارضه اخطر من برونو، برونو على ارضه اخطر من راشفورد، لسبب وحيد، اليونايتد بتلعب على الهجمات المرتده بره ارضها زي ما شفنا كده. اريكسن راح بص الكوره راشفورد، راشفورد بسرعته دب خلاص حطها. هو برونو مش هتلاقيه ان هو بيعمل سرعته والكلام ده، كان ممكن برونو هو اللي يعمل اسيست مكان اريكسن، بس برونو في الماتشات اللي بره ارضه بيبقى متمركز لورا حبتين، اما راشفورد في الماتشات اللي على ملعبه بيبقى اقل خطوره. ليه بقى؟ ان الفرقه اللي بتلعب اليونايتد على ارض اليونايتد بتنزل تدافع قدامها وده شيء طبيعي، راشفورد مبقاش بقى عنده مساحات. ممكن هتلاقي جاب له جون، ده مش بقولك ان هو مش هيجيب جون على ارضه، هيجيب جون وكل حاجه، لكن طبعا احنا مش كل جوله هنخسر التبديل ان احنا نشوف اليونايتد هتلاعب مين. لو هتلاعب حد بره ارضها فنجيب راشفورد، لو هتلاعب حد على ارضها نجيب برونو، طبعا مفيش حد عاقل يعمل كده. الحد بقى الثابت ان انت تجيبه يعني بص شوف انت مايل من احسن، برونو معاه الافضليه شويه ان هو معاه البلينات. نيجي بقى نبص لتشكيلتي يا صديقي والضحك اللي انا قدمته الجوله دي، جايب 77 نقطه وكل حاجه، 40 نقطه بس لوحده من هالاند. عندك ادرسون في حارس المرمى، هنري واودوجي وتشيلويل، منك لله يا تشيلويل. عندك في نص الملعب فودن وساكا وستيرلينج وماديسون ومبويمو، وفي الهجوم طبعا هالاند ومنه لله بن الصارمه جاكسون. ونيجي بقى لافضل 11 لعيب اللي انا اخترتهم من الحلقه اللي فاتت من وجهه نظري ان هم هيكونوا افضل 11 لعيب الجوله دي، وبقارنهم ما بينهم وما بين السكاوت الموقع الرسمي وبشوف مين اللي جاب اعلى انا ولا هم. فللاسف هم اللي جابوا اعلى الجوله دي، وبقى كده 1-1. هم بس اللي فرقوا عني في الفاريز مكان جاكسون، منك لله يا جاكسون، يعني انا كل يوم هدعي عليك. ده كده كان كل حاجه في الحلقه. قبل بس ما اقفل الحلقه انا عايزك بس اهدى كده خالص، متستعجلش على اي حاجه، روق اعصابك، في فتره توقف دولي اسبوعين. فتره التوقف الدولي دي راحه لينا مش راحه للعيبه، كده كده اللعيبه مش هيرتاحوا وهيروحوا مع المنتخبات بتاعتهم، احنا بقى فتره التوقف الدولي دي راحه نفسيه لينا. ريلاكس كده خالص، انسى الفانتازي، نهدى، نشوف كده هنعمل ايه الجولات الجايه، دعونا ننسى اخطاء الماضي ونفعل اخطاء جديده. روق كده على الهداوه خالص، هو خوازيق الفانتازي دي هي دي حلاوتها. انت عارف دلوقتي فتره التوقف الدولي دي انت مش طايق نفسك وعمال تقول الفانتازي وانا تعبت وانا مش عارف ايه، لما تيجي فتره التوقف الدولي دي تاني يوم ولا حاجه انت خلاص انت مش هتبقى قاعد طايق نفسك عايز الفانتازي يرجع على طول، هتبقى قاعد عمال تعد الايام ان الفانتازي يرجع. ونشوف احنا عايزين نتارجت اللعيبه اللي هي الديفرنشال، مش عايزين خلاص سون تالق وجاب هاتريك كله هيجري يجيب سون زي ستيرلينج كده، هتلاقي سون نسبه ملكيته الجوله الجايه هتلاقيها معديه ال 15%، خلاص كده ما اصبحش ديفرنشال. احنا بقى عايزين ندور على لعيب كده ديفرنشال، نلقطه كده زي سون، نلقطه زي ستيرلينج، اللي هو انت شويه يجري كده على طول، جيبه قبل ما يبقى مع كل الناس، لو عمل لك حاجه هيرفعك جدا، ما عملكش ما احنا كده كده بنتخزوا. يعني انت عايز تقنعني يعني ان احنا الاول بننافس الاول على العالم؟ ما احنا بنتخزوا على طول. وبس كده يا صديقي، دي كانت نهايه الحلقه، واتمنى لو عجبتك الحلقه فما تنساش تعمل لي لايك واشتراك في القناه عشان دي بتساعدنا ان احنا نوصل لعدد اكبر من اخواتنا الفانتساويين في اسرع وقت ممكن. كان معاك مروان رفعت، اشوفك على خير ان شاء الله في حلقات جايه، ويصيحوا فانتسي. سلام.